السلام عليكم. تخيل انه انت ملك والله ابتلاك بمرض وعندك 4000 طبيب كلهم يعجزون انه يعالجونك. هاي القصة صارت مع تبع احد اعظم ملوك العرب، فقط بسبب نيته السيئة لبيت الله الحرام، واللي ذكر الله قومه بالقرآن الكريم. وهالإنسان صار له تحول رهيب من شخص يريد يهدم الكعبة لشخص يكتب رسالة للنبي محمد. خلونا نستمتع بالقصة. خلونا نتعرف على هذا الإنسان اللي راح نخبصكم به اليوم خبص. تبع هو مو اسم شخص، بينما هو لقب يطلق على ملوك اليمن، مثل فرعون اللي يطلق على ملوك مصر. ويقال هو سعد أبو كرب الحميري، يعني الملك تبع هو سعد أبو كرب الحميري، وهاي المعلومة غير مؤكدة. هو واحد من أعظم ملوك اليمن وأعظم ملوك العرب. كان يدخل للمنطقة أو للمدينة اللي يريد يحتلها أو اللي يريد يغزوها، يسلمون المفاتيح من دون قتال فقط لأنه تبع. وكان أي بلدة أو أي منطقة يدخل لها ياخذ 10 من علمائها وأطبائها وسحرتها، إلى أن وصل العدد أكثر من 4000 ما بين عالم وطبيب وساحر. قرر في يوم من الأيام أن يغزو الكعبة، فراح وبالضبط نفس الشيء صار، سلموه المفاتيح فقط لأنه تبع، يعني تبع ينتصر. فلما وصل مكة ما وجد أي تقدير وأي يعني شلون يتلوقون له بشكل مبالغ به مثل كل منطقة. فسأل وزيره قال: فما بالهم لا يعظمون ملكهم؟ أجاب عليه الوزير وقال له إنهم يعتقدون أن هذا البيت ليس ملكا لبشر، بينما هو ملكا لله تعالى. فغضب الملك وقال كلمته المشهورة: إذا سأهدم هذا البيت وأهلك من فيه. ببساطة يهدم البيت ويهلك من فيه. فقال لهم: حاضروا نفسكم الصبح راح نهدم هذا البيت ونقتل شكو واحد بيه. ببساطة ناموا وقعدوا الصبح واستعدوا من أجل قتال وهدم وتفليش. لكن المفاجأة إنه الملك ما طلع. يبقى خلينا ننتظر شوية، ساعة ساعتين، دزوا أحد الأشخاص من أجل أن يتأكد سلامة الملك. بالملك اكتشفوا إنه الملك يعاني من مرض رهيب. فلما سمعوا إنه الملك مريض قالوا: عادي، إحنا عندنا 4000 طبيب وعندنا سحرة وعندنا علماء، موضوع عادي جدا. فطبوا حتى يتأكدون شنو المرض اللي عنده، لكن الفاجأة ما قدروا يطبون من الريحة السيئة. صرت أقول لك يخرج منه سائل كريه الرائحة من أنفه وإذنه وعينه. فدخلوا عليه الأطباء اللي عندهم وبلشوا يعالجون، ولكن ماكو فايدة. ودخلوا السحر وبلشوا يسحرون وماكو فايدة. ودخلوا العلماء، لا ما سووا بحوث عليه. اللي صار انه كلهم عجزوا انه يعالجون هذا الملك، والسبب انه هو مرض الهي، عقاب من عند الله، فقط بسبب نيته السيئة لهدم بيت الله الحرام. فاللي صار دخل له وزيره وقال له: إن اللي بيك هو مرض إلهي، ولو جبنا مو 4000، لو جبنا ملايين، لو جبنا مليارات من الأطباء ما حد راح يقدر يعالجك. ليش؟ لأنه مرض إلهي، عقاب من عند الله. فقال له: شنو أسوي؟ قال له: تب إلى الله. فقال له: شلون أنا أتوب الواحد أنا ما أعرفه أصلا من يكون الله؟ فبلش يشرح له عن الدين وعن من هو الله والله الواحد الأحد، لأنهم أصلا ما كانوا يعدون الله، أو كانوا يعرفون شيء غليل جدا عن رب العالمين. فلما شرح له عن الدين وشرح له عن هاي، هو حرفيا يريد يشلب له بقشاية. فلما لقى الطريق الصحيح راح ركض إليه، فتاب إلى الله وعاد كما كان، بل أحسن من ما كان. ومو بس هيك، تبع قام يعطي نصائح وقال لهم: هذا بيت الله حقا حقا، لا يمسه إلا من طهره الله. تخيل التحول اللي صار بتبع بعد ما عرف عن الله الواحد الأحد. وبعد ذلك أكرم بيت الله الحرام، ويقال هو أول من كسى الكعبة وكساها بالحرير، يعني أفخم أنواع الأقمشة. ومو بس هيك، أوصى جنوده اللي خلاهم هناك وأوصى العالم كله إنه ممنوع يمسون هذا البيت، وممنوع إنه يمسون أهله بشر أو بسوء. فواصل تبع غزواته ووصل إلى يثرب المدينة المنورة، ففتح المدينة. وثم بعد ذلك أخذ العلماء اللي يريد يأخذهم، والتقى بالناس والتقى بالأهالي اللي موجودين اللي هم اليهود وبعض من القبائل،
وناموا، وثاني يوم الصبح تفاجأ بأنه هناك آلاف من الجنود والعلماء والأطباء رفضوا أنه يرجعون لليمن. فإجاهم يسألهم أنه ليش ما تريد ترجعون لبلدكم؟ قالوا له احنا راح نبقى هنا بانتظار خاتم الأنبياء اللي راح يجي من مكة، سيهاجر من مكة إلى يثرب. فلما سمع هذا الكلام بلش يقرأ أكثر عن خاتم الأنبياء. وللعلم أن جميع الكتب السماوية وجميع الأنبياء ذكروا النبي محمد. فبعد ذلك كتب رسالة إلى النبي وأوصاهم أن يقعدون بهالمنطقة وما يخرجون من يمها، وقال لهم لو أنا في زمن خاتم الأنبياء لخدمته، وأوصاهم أن يكونوا له أنصارا. واللي جاي نحكي عنهم هم أجداد الأوس والخزرج، أكيد سمعت عنهم هم. إذا ظهر هذا النبي فآمنوا به واتبعوه وكونوا له أنصارا. وكتب رسالة، هذه الرسالة وصلت لخاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. قال بيها، أنا ما حافظها فرح نقرأها بالورقة. أما بعد، إني وجدت في الكتب الأولى نبيا يخرج في مكة ويهاجر إلى يثرب المدينة المنورة، فإذا دركتموه فآمنوا به وانصروه وكونوا له أنصارا، فذلك شرفكم في الدنيا وفوزكم في الآخرة. الله، والله كلام جميل. للعلم هذه الرسالة وصلت للنبي محمد وقرأها، فعاد إلى اليمن وبلش ينصح أهله والناس الموجودين هناك، مو بس أهله طبعا، يعني شعبه، بلش ينصحهم على أنه يعبدون الله الواحد الأحد، ولكن رفضوا رفض قاطع وبقيوا على كفرهم وضلالهم إلى أن مات تبع، فازدادوا بعد موت تبع وهلكهم الله. الله ذكر قوم تبع بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. صدق الله العلي العظيم. تبع لم يكن كافرا أو بالتبع آمن بالله تعالى، وحسب قول النبي في الحديث الشريف: لا تسبوا تبع فإنه قد أسلم. يعني بين قوسين تبع غير مشمول باللي ذكر بالقرآن الكريم، لأنه أصلا أسلم ومات قبل العقاب. أنا تبع الأملاك من آل حمير، ملكنا عباد الله في الزمن، ملكناهم قهرا وسارت جيوشنا إلى الهند والأتراك تربع بأبطال، وكل بلاد الله قد وطئت بنا خيول لعمري غير نكس وأعزال، وعطل منها كل حصن ممنع ونفل منها ما حوته من المال. وهذه هي فكرة القناة، مو بس أنا استفاد، أنتم أيضا فاستفادوا. شوف هذا الفيديو أيضا وحط لايك واشتراك، ولا تنسى أنه تتابعنا على باقي حساباتنا. ولهنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى استمتعتوا. Goodbye.